السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتم بتشوفوني النهارده ان شاء الله. في الفيديو دوت اقول لكم على نظام الرجيم اللي ماشي عليه في الفطار، وهنعمل مع بعض روتين قوي جدا 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 هيعجبكم. فاذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، كمان لو اول مره تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد. بفضل الله روتينات قوية ومعلومات هتفيدك، مش هتخرجوا من الفيديو ده غير ما تكوني مستفادة متشجعة تشتغلي في بيتك. اول حاجة هبدأ معاكم اللي هي الروتين اليومي في الرجيم. الرجيم طبعا عايز مثابرة وعايز وقت طويل عشان يجيب نتيجة، يعني هي آه، مش مدة صغيرة وتلاقي نفسك ان انتي هتنزلي على طول، لا ده بيقعد بالسنين. يعني انا بقالي حوالي 4 سنين بعمل رجيم، بس الحمد لله انا نزلت 10 كيلو بس ثابتة على الوزن ده. نفسي انزل كمان عن كده، بس مش عارفة، يعني وزن ثابت ودي حاجة كويسة، يعني حتى ثبات الوزن كويس. الحاجة بقى اللي مثبتة وزني هي كوباية كل يوم كوباية الكمون بالليمون، معلقة صغيرة كده في كوباية مية، بقلبها بالمعلقة كده عشان خاطر اي رمل اي حاجة ترقد تحت في الكوباية، واي طين يعني يبوش في المية. وبعدين ارجع اكبها. كوباية الكمون كل يوم، لازم كوباية كمون بالليمون على الريق اكتر حاجة. يعني بص، الكمون ده فوائده عظيمة جدا 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 جدا. اول حاجة للذكاء، لأطفالنا كلنا كوباية كمون بالعسل بتنمي الذكاء. تاني حاجة كمون بالليمون بينضف المعدة من اي انتفاخات. لو حتى حد عندنا تعبان بطنه بتوجعه او عنده انتفاخات، يشرب كوباية كمون على الريق. انا هبتدي باول حاجة كوباية الكمون بالليمون على الريق دي يوميا. للناس بقى اللي عندها قرحة في المعدة او معدتها تعبانة طبعا هتبتعد عن الليمون، وممكن تجيب فيتامين سي من الصيدلية. دوت المية اللي في الكوباية دي ده مية الديتوكس جميلة جدا جدا جدا، بتخرج السموم من الجسم. اول ما تشربوها كده بتحس ان فعلا بتخرج السموم بالجسم. هنعرف ازاي؟ بتلاقي نفسك كده وانت قاعدة بتعرقي طبيعي كده، يعني السموم بقى بتخرج عن طريق الجلد. بس الليمون على النعناع على الخيار اللي هو في الطبق ده مش هتعرفوا مش هنعرف ناكله. يعني انا فرغته في الطبق اساسا هاكله مش عارفه اكله. فمعايا بقى بعد شربت الكمون بعدها بنص ساعة هبدأ افطر. فطار زي ده انا كنت معتقدة ان الخيار ده طعمه كويس، لا ما طلعش كويس. فانتوا انا جايبه حته جبنه قريش وبيضتين وقرن فلفل اخضر كده مقطعاه جنب الاكل، يعني عشان يبلعني بس البيض بس كده. مش هتلاقي نفسك شبعتي، لازم طبق سلطه كبير. طبق سلطه كبير اول حاجه ما يخليش الوش ينزل، يخليه مليان. يعني اول طبعا ما بنخس الوش بيخس معانا، فطبق السلطه دوت مش هيخلي وشك يخس ابدا ابدا ابدا. تاني حاجه هيملى معدتك بالالياف، هتحسي ان انت شبعت مدة طويلة لحد بقى الوجبة التانية. يعني مثلا احنا لو فطرنا الساعة 9، الوجبة التانية هتبقى 4 5 اللي هي وجبة الغداء، فالمدة تعتبر طويلة. فاحنا هنعمل ايه؟ لازم طبق سلطة كبير. يعني هو انا كنت معتقد ان انا اكل خيار، بس انا دقته لقيته بقى خلاص. يعني ايه؟ نزل كل المية اللي فيه كل الفوائد اللي فيه في مية الديتوكس. مية الديتوكس ديت انا اقول لكم عليها عبارة عن ليمون شرايح، نعناع، ورق نعناع، وخيار مقطع كده، وكفايه خيارية يعني. بس رهيب 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 الديتوكس ده. يعني اعملوه واشربوا منه طول اليوم. بتسيبوه منقوع 4 ساعات وبيفضل طبعا في التلاجة، وبتجر منه خلال اليوم. وقررت اعمل في اليوم ده مسقعة. بصوا بصراحة انا مواظبة على الرجيم في الصبح بس. في الغدا يعني بظروفها ممكن ساعات اكل يعني على الرجيم، ممكن لا، بس ما ببطلش. يعني انا مثلا حتى لو انا
مش عايزة اعمل رجيم، مواظبة على كوباية الكمون بالليمون، والفطار بتاعي بيضتين، حتة جبنة قريش، طبق السلطة. بس هو يعتبر انا شاكة يعني ان ثبات الوزن عندي من قلة السلطة، عشان ما بحبش اعمل سلطة قليل يعني ما بعمل سلطة. بس انا ان شاء الله المرة الجاية هواظب معاكم على طبق السلطة. الحوض عندي مليان نمل، مع ان كل يوم بغسله كده بالشكل ده. هو طبعا ما بيموتش من المية النمل عشان نبقى عارفين. بس انا برشه حاجة كده اسمها المصل الذهبي، جميل جدا في النمل وكمان الصراصير. انا كنت بجيب حقنة كده بتيجي من بره، الحقنة ب500 جنيه للصراصير، عشان خاطر بس ما الاقيش صراصير عندي في ظرف المطبخ. وما لقيت المصل الذهبي دوت، المصل ده ب20 جنيه، يعني كان الاول ب18، دلوقتي بقى ب20 السنة دي. حاسة ان مفعوله نفس مفعول الحقنة اللي كانت ب500 جنيه. بس هي حقنة مستوردة بتيجي من برا، مش موجودة في مصر. احسن حاجة للصراصير. فانا يومين على الله انضف الحوض كده، وهرشه معاكم بالمصل وهوريهولكوا في الفيديو. هو اما برش النمل دي مكان مثلا بيطلع منه النمل، هو بيموت موت يعني ايه فوري، يعني ممكن تلاقي النملة ماتت في ساعتها او بطيئة في خطوتها. بس اللي بيطلع بقى يعني نفس المكان برضو بيطلع بقى ميت، يعني نفس المكان هتلاقي فيه نمل برضو بيطلع، بس بيموت بقى، مش هتلاقي ماشي حواليك، لا. انا برش منه على المكان، هتلاقوا حتى النمل هو بيطلع. كل ما ترش على المكان كل ما النمل بيطلع من مكانه. انا يعني كنت مره يعني اتخضيت من شكل شفتوا الحنفيه دي كده، اللي هي الخلاط، الحته بقى اللي لازقه على الحيطه دي، يعني لقيت منها طالع نمل، ونمل كبير بطريقه، بيمشي طبعا في الحيطان، وبيمشي في الطوب، وجاي من الشارع. فانا اتخضيت ايامها، جبت المصل ده رشيت منه، شكله يخض، ومهما تغسلي طبعا بحط ميه يطلع. ومره برضو في الشقه الاقي رمل كتير، مطلع الرمل كله اللي تحت الباب، و... وشكله يخض، يعني هو اساسا شكله يخض. فانا ما بستغناش عن المصل ده، كل ما يخلص ارجع اجيبه. هو حلو بقى، يعني برش حوالين كده مثلا البوتاجاز، او حوالين تقفيلة المطبخ، بيموت الصراصير، وكمان بيموت النمل. ف يعني بس لو مكان مثلا فيه مواعين ما ينفعش طبعا، يعني لازم ترشي وتسيبي لحد ما النمل يموت، وبعدين تغسلي المكان، وبعدين تحطي فيه مثلا ايه الحاجة بتاعتك، عشان تبقي كده في امان، محدش يتضر منه. فلازم نراعي عوامل الأمان في بيتنا. الحمد لله إن الواحد لقى حاجة للنمل والصراصير. يعني هو كان في دواء في الصيدلية للصراصير، بس كان لا للنمل. النمل بتحط كده على مية المسيح، بس للأسف يعني تروحي ما تلاقيهوش خلصان دايما من الصيدليات. فالحمد لله ان لقينا حاجة رخيصة وحلوة كده، موجودة عند محل المنظفات، وموجودة وفي متناول ايد اي حد ب20 جنيه. هاتها على طول، اي نمل اي صراصير اي حاجة، حتى لو ما فيش رشي كأمان، بحيث الحاجات ديت ما تجيش. يعني انا بقالي دلوقتي سنتين مستعملة المصل ده. خلاص بقى النمل يعني ما بلاقيه، بس مطرح ما رشيت بيطلع ميت مثلا لو فيه، او خلاص اختفى. يعني لو المكان فيه منتشر قوي، اصل دلوقتي النمل منتشر قوي بقوه، فلو المكان ده فيه نمل ورشيته خلاص بيختفي، لو طلع بيطلع ميت. لو المكان ممكن تلاقي نملة نملتين بس، مش لدرجة بشعة المنظر، ساعات بيبقى كده ورا بعض زي طوابير كده، وزي جيوش كبيرة كده نمل، يعني شكله يخض بصراحة. غسلت بقى كل المواعين كلها،
وشطبت كل المواعين الحمد لله رب العالمين. قلت اغسل الخلاط عشان هعمل فيه يبقى نضيف وكل حاجة. وزي ما قلتلكوا الديتوكس الخيار والليمون والنعناع خلاص دول هرميهم، مش هينفع اكلهم. و اسمعوا كلامي، اعملوا طبق سلطة كبير جنب وجبة الفطار. عايزة اجيب بقى كل حاجة السلطة تبقى عندي عشان يبقى دايما طبق السلطة ده اساسي معايا كل الوجبات. قطعت بقى البتنجان كده ورشيته بالملح. برشه بالملح ليه واسيبه في المصفى عشان ينزل المية اللي جواه، وكمان ما يشربش زيت. اما ما بيشربش زيت بقى هيوفر معانا في الزيت وهيبقى مش زي ما انتوا شايفين كده. ما بحبش القشرة كلها بتاعه البتنجان ديت كده احلى يعني. هقطع البتنجان كده شرايح، يعني مش رفيعة قوي ومش سميكة قوي، عادي. دي احلى طريقة للمسقعة، جربوها على ضمانتي، جميلة 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 جدا من صاحبتي ليلى حبيبتي، من الحاجات الحلوة قوي قوي قوي. حطيت البتنجان كده في مصفى وارش عليه ملح ابيض وهسيبه نص ساعة كده. اول حاجة لو هو ساقع في التلاجة وجيت تحطيه هيشرب زيت كتير. تاني حاجة مش عليه ملح هيشرب زيت كتير، فلازم هو ساقع اهو نقطعه ونحط عليه الملح. وما هاجي اقليه هغسله عشان الملح اللي عليه ينزل. لو مش عايزة تغسليه خلاص يبقى رشة ملح بسيطة. هقليه كده. ودبة الفلفل ده جميل 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 جدا مع المسقعة، نكهته قوية وطعمه جميل قوي بالذات في المسقعة. انا بحبه اساسا مع المسقعة. وقلت هعمل بقى النهاردة حبة مهلبية كوسة، بس هوريها لكم دلوقتي. حطيت بقى البتنجان كده في طاجن عشان هدخله الفرن. الطاجن جميل قوي، بيدي طعم ونكهة لكل الاكل رهيب. انا مش عارفة كل الطواجن كده ولا الطاجن ده بس بصراحة يعني. الطاجن ده ما بعملش فيه اي حاجة الا ما بيطلع نكهة الحاجة جميلة، يعني هو نفسه بيطلع طعم الاكل جميل. قطعت الطماطم كده زي طماطم السلطة دي، طماطم 4 طماطمات ديت للمسقعة. وخرطت التوم كده، وهاخد حبة زيت من اللي قليت في البتنجان وهقلي في التوم. دي طريقتي في المسقعة. بعد ما قليت البتنجان هقلي التوم وهنا قليت الفلفل وحطيته على البتنجان. حطيت حبة زيت على التوم. وكنت عايزة اقلل الزيت بس مش عارفة اصفي التوم فسيبته زي ما هو. طبعا عايزين البتنجان لو مش عايزين في زيت هنسيبه شويه في المصفى ينزل الزيت بتاعه. بس انا كنت مستعجله بقى على الغدا. حطيت على الطماطم ملح وكمون وكزبره ناشفه. عايزين تحطوا مكعب مرق بتحبوه على الاكل بيظبط طعم الحاجات المتسبكه جدا او طعم اي حاجه فيها طماطم. وهحط كمان نص كوبايه ميه على الطماطم كده. والله العظيم 3 احلى مسقعه تاكلوها في حياتكم. وبعدين بعد ما استوت شوية هحطها بقى في الفرن. ممكن تغطوا وش الطاجن معاكم، عايزين تسيبوه ياخد لون مفيش مشكلة. من الحاجات الحلوة اللي انا بحبها قوي اللي هي مهلبية الكوسة. اعملوها على ضمانتي، احلى والله من الكاستر واحسن من المهلبية، ومليانة فوايد لولادنا ومليانة يعني. الكوسة دي اكتر حاجة مفيدة. قشرت الكوسة كلها كده. لو انتم مقورين كوسة للمحشي التقوير بتاعها بيبقى رهيب برضو في المهلبية. يعني هو اساسها اساسا اساس مهلبية الكوسة اللي هو القلب بتاع الكوسة اللي بيبقى جوه. بس من كتر حبي بقى في المهلبية دي فبدأت اجيب كوسة بقى، مش بعمل محشي على طول. مش عارفة من كتر حبي بقى في المهلبية دي بقيت بقى اجيب الكوسة، ومش الكوسة الصغيرة لا الكوسة الكبيرة. بحس هي احلى حاجة في المهلبية يعني. هاتوها على ضمانتي. ممكن لو خايفين من حاجة تجيبوا كمية صغيرة وتجربوها
وان شاء الله تطلع كويس. خرطتها كده وهزودها ميه واحطها على البوتاجاز لحد ما تستوي خالص. هي الكوسه كمان بتنزل ميه، ما تحطوش ميه كتير. مهلبية رائعة، لونها جميل، طعمها جميل، كل حاجة فيها جميلة، مغذية، مفيدة، بترطب في الشتا ديت. والكوسة دلوقتي بتاعت الصيف بقى هي اصل الكوسة، مش بتاعت الشتا طول الشتا الصوب دي، لا. الكوسة دلوقتي رهيبة في السوق، حتى الكبير. يعني انتوا مقدرتكم، يعني هي عايزين تجيبوا الصغيرة ماشي، عايزين تجيبوا الكبيرة زي كده، انتوا مقدرتكم. بس هي ما بتفرقش، يعني هي الكوسة الكبيرة مش وحشة. حاسه الكوسه الكبيره دي فيها كل الطعم وفيها كل النكهه وكل حاجه. بعد بقى ما استوت حلو ضربتها بقى بالهاند بلندر. لو ما عندناش هاند بلندر عندنا خلاط، هسيب الكوسه لحد ما تبرد خالص وبعدين هضربها في الخلاط. دي بس الخطوه اللي هتفرق لو عندكم هاند بلندر ولا خلاط. بعد ما ضربتها بقى هحط سكر وهحط فانيليا وهحط اللبن، واقلب كويس، وهحط النشا. اشوف مقدار النشا قد ايه، واحط السكر. طبعا هتدوقوا السكر قد ايه. النشا انا مش هدوبها في ميه، انا هحطها على طول عشان عندي اللبن ساقع والكوسه يعني دافيه. فهحط كده على طول على المهلبيه يعني. ما ينفعش احط النشا كده على حاجه سخنه، هتكلكع ومش هتبقى حلوه. انما لما تبقى حاجه ساقعه هتدوبي فيها النشا، القوام بيطلع. شايفين قوام المهلبيه عامل ازاي؟ قوام رهيب رهيب رهيب. قوام ناعم، مش مكتل ولا اي حاجه. احلى من ان انت تدوبها في ميه وتحطها في الاخر بعد ما يكون كله خد غلوه، لا مبتبقاش حلوه. مش ما بتبقاش حلوه، لا ما بتكتل. مش هتبقى بالقوام الناعم ده. حتى لو كتلت منك عندك الهاند بلندر، اضربي زي ما انت عايزه. مفيش حاجه بتقف قصادنا يعني، الحمد لله. بس بقولك على الاصلح. بعد ما طبعا بسيب النشا، لازم اي حاجه فيها نشا لازم تغلي حلو، تغلي وتقعد وقت غليان كده على نار هاديه. بعد ما عملتها كويس على نار هاديه، يعني بسيبها كده مع نفسها شويه على نار هاديه خالص، عشان طعم النشا يروح منها. طبعا كل ما يكون اللبن جودته حلوه بتطلع الحاجه حلوه، حتى لو هي ايه بتطلع حلوه يعني. بصراحه بحس اللبن بيفرق في الرز بلبن او في المهلبيه الكوسه، عشان احنا عندنا هنا كميه الكوسه كبيره. فلو اللبن ما شاء الله طازه وبخيره بتطلع حلوه. بس اما تعملوا مهلبيه ما تقولوش لولادكم ان هي مهلبيه كوسه، عشان بيقعدوا يقولوا ايه دي. يعني هما كانوا بياكلوها على اساس ان هي مهلبيه عاديه. انا عندي ابن بيحبها وابن ما بيحبهاش، بس حاسه اللي ما بيحبهاش ده عشان خاطر ان ما عارف ان هي مهلبيه كوسه. انما التاني طبعا دقها واستطعمها وقال جميله. انما التاني مش عارفه، عشان هي فما تقولهمش، قول لهم كسر وخلاص وهم هيصدقوا. يعني هم مش عارفين هم بياكلوا ايه اساسا. بفرخها بقى في اطباق كده، واحلى حاجه ما تسيبها تبرد بقى وتسقع في التلاجة. الحاجات الجميله أوي. وما خلوا قوامها خفيف مش تقيل. انا هي بتمسك عادي، بس خلي قوامها خفيف، يعني ما يغركوش ان هي خفيفه كده ميه، لا. خلي قوامها خفيف. من الحاجات الحلوه قوي. ودي المسقعه اهيت بعد ما استوت في الفرن. من الحاجات الجميله قوي 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 اللي عملتها، والله كان طعمها رهيب. جربوا مهلبيه الكوسه وجربوا المسقعه بتاعتي، هتعجبكم.
فرغتها في الطبق اهيت، حتى الزيت بتاعها ما خلانا منه اي حاجه. فاذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، كمان لو اول مره تشوفوه اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.